السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم جميعا. معكم أخوكم عمرو الحداد من قناة ازرع صح. النهاردة يا أصدقائي هنتكلم عن نبات من النباتات أو من عائلة الياسمين. النبات اللي معانا النهاردة نبات مزهر، نبات مستديم الخضرة، بيتحمل كل الظروف اللي ممكن تتخيلها، بيقاوم جميع الأمراض الفطرية والحشرية. نبات مزهر والأزهار بتاعته ريحتها جميلة جدا جدا جدا. خليط أو ميكس ما بين الفل، مسك الليل، والياسمين، وزهرة أشجار البرتقال. النبات اللي معانا النهارده فيه كل الروائح اللي عديتها لحضراتكم دي. النبات اسمه نبات الموريا. معظمنا ما يعرفش يعني ايه نبات موريا، معظمنا ما يعرفش اي حاجه عن هذا النبات، ما يعرفش ان في نبات بالطريقه دي وبالحلاوه دي وبالجمال ده وبالريحه دي. نبات الموريا نبات مهم جدا، ممكن تزرعه في مدخل البيت، تحطه في البلكونه، تحطه فوق السطح، في الحديقه عندك، في قصريه، في الارض، مفيش مشكله فيه خالص. بيتحمل كل الظروف اللي انت ممكن تتخيلها، ارتفاع درجات الحراره، انخفاض درجات الحراره، الامطار، الرطوبه العاليه، الهواء، كل الحاجات دي بيتحملها النبات ده. يبقى هو زيه زي نبات الفل، زي نبات مسك الليل، زي نبات الياسمين، ولكن هو افضل من كل النباتات دي من حيث الريحه. ريحته نفاذه جدا، نبات بيتحمل كل العوامل الجويه وكل الامراض وكل حاجه في الدنيا. طيب، نبات الموريا بيزهر امتى؟ بيزهر في الخريف والشتاء. نبات ازهاره بتكون لونها ابيض، تشبه ازهار الفل وتشبه ازهار الياسمين وتشبه ازهار مسك الليل ايضا، ولكن الازهار بتاعته ريحتها جميله جدا جدا. طيب، في حاجه لازم نخلي بالنا منها يا اصدقائي. طبعا انا عايز اوري لحضراتكم ادي التزهير بتاع نبات الموريا اهو. المشكله بس اللي بتحصل ان نبات الموريا كل زهره بتطلع في نبات الموريا بتكون بذره. البذره دي لو احنا سبناها بتضعف النبات، بتقلل من النمو الخضري، بتقلل من كميه الازهار على شجره الموريا. فعشان كده لازم نتخلص من البذور اول باول. نحاول ان احنا نسيب بذره او اتنين نزرعهم ان شاء الله في الربيع والصيف، واللي غير كده نتخلص من البذور. كل زهره بتطلع بذره وراها على طول، فنتخلص من البذره دي، وبكده هنشجع النبات على النمو الخضري، هنشجع النبات على عمليه التزهير، وبالتالي هيبقى النبات مزهر عندك السنه كلها او اطول فتره ممكنه. النبات ده ما بيحبش زياده الري ولا بيحب العطش، يعني نخلي دايما في اعتدال في الري، نروي ولكن نخلي التربه زي الاسفنجه المبلله. بالنسبه للتسميد بيحتاج مره في الشهر سماد الان بي كي، وده بنجيبه من المشاتل او من المحلات اللي بتبيع المستلزمات الزراعيه. بنقول له عايزين سماد الان بي كي معلقه شاي على لتر ميه، ونبدا نروي بيها النبات. بالنسبه للنبات ده ما بيتحملش اشعه الشمس المباشره، يعني دايما نحطه في مكان نص ظل بتوصله اشعه الشمس، ولكن بصوره غير مباشره، عشان بيتاثر باشعه الشمس. ممكن يحصل عندك احترار في الاوراق وقله عمليه التزهير وضعف عمل النبات. فعشان كده نحطه في مكان يعني تحت شجره، في مكان في صوبه، في متغطي مكان يكون متغطي باي حاجه. فعشان كده ما بيحبش اشعه الشمس المباشره. طيب، بالنسبه للتكاثر بتاع نبات الموريا، بيتم التكاثر عن طريق حاجتين: البذور ودي بتتم في الربيع والصيف، والتعجيل ودي بتتم في الخريف والشتاء. كل اللي احنا بنعمله بناخد عجله من النبات بطول من 10 ل 15 سم زي ما حضراتكم شايفين، وبنتخلص من كل الاوراق السفليه، وبنسيب ورقتين فقط اعلى العجله، وبعد كده بنغرسها في التربه ونسيبها. في خلال شهر بيحصل عندك عمليه تجذير للنبات، وبعد كده بنحصل على نبات جديد. هي دي العجله اللي احنا بناخدها يا اصدقائي، زي ما حضراتكم شايفين، طول من 10 ل 15 سم. بنقص او بنعمل قطع اسفل العقده بحوالي 2 سم، وبعد كده بنبدا نغرسها. والري في البدايه بعد عمليه الغرس بيكون غمر، وبعد كده بنروي باعتدال. فهو ده كل حاجه عن نبات الموريا. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، يكونوا استفدتوا حاجه منه. فلو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا، اعمل سبسكرايب للقناه، فعل الجرس عشان يصلك كل جديد في عالم الزراعه من قناه ازرع صح. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.